قال سليم. سليم الهلالي هذا النجدي المؤمن الشاب اللي جاء للمدينة ودون. ليش ما تقرأوا كتاب سليم؟ قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان؟ دفعوا الباب ودخلوا. في الواقع هم لما جاءوا إلى باب الزهراء سلام الله عليها وأحست بهم، أمير المؤمنين ما يريد يظهر حتى لا يصطدمون به، وزهراء وقفت في وسط الدار، ما فتحت الباب وقالت: يا رسول الله، ماذا لقينا من ابن أبي قحافة وابن الخطاب بعدك؟ يا عمر، جئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم. هكذا كان. دفعوا الباب هم، هي جاءت لاذت وراء الباب. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان؟ قال: بلى وعزة الجبار، وما على الزهراء من خمار، وفاطم لاذت لكنها لاذت وراء الباب، رعاية للستر والحجاب، ومذ رأوها عصروها عصرة، كادت بنفسي أن تموت حسرة، فأسقطت بنت الهدى وحزن جنينها، ذاك المسمى محسنا. كان حامل كم شهر، النبي سماه محسن، حمل فاطمة بشرها بولد وسماه محسن. تقول يا فضة سنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني، أيضرم النار بباب دارها، وآية النور على منارها، لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر، لا كفء لظلامتها إلا بأن يعم العدل على العالم بيد ولدها سلام الله عليها. إذ رض تلك الأضلع الزكية رزية ما بعدها رزية، ومن نبوع الدم في ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، وجاوزوا الحد بلطم الخد، شلت يد الطغيان والتعدي. يقول: وللصياط رنة صداها في مسمع الدهر فما أشجاها، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج، ومن سواد متنها اسود الفضة، يا سعد الله الإمام المرتضى. ووكز نعل السيف في جنبيها، أتى بكل ما أتى عليها، ولست أدري خبر المسمار.